كلامنا النهاردة عن المهاجم البرتغالي دييجو جوتا. اتولد جوتا في مدينة بورتو سنة 96. بداية جوتا كانت في أكاديمية باسوش دي فيريرا، وظهوره لأول مرة مع الفريق موسم 2014-2015 وكان عنده وقتها 18 سنة. وفي موسم 2015-2016 سجل 14 جون في الدوري البرتغالي وبدأ يتشاف عشان في مارس 2016 يعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع دييجو جوتا، بس ما لعبش كتير عشان يروح إعارة لنادي بورتو موسم 2016-2017 وسجل معاهم 8 جوان. وبعد ما تنتهي إعارته مع بورتو يطلع إعارة لولفرهامبتون سنة 2017. وقتها الولفز كان بيلعب في الشامبيونشيب عشان يسجل معاهم الموسم ده 17 جون ويساهم في صعودهم مرة تانية للبريمير ليج. وقتها إدارة ولفرهامبتون تقرر تفعل بند الشراء ب 13 مليون يورو سنة 2018، ولعب معاهم جوتا 3 سنين وكان من أبرز اللعيبة وقتها، عشان بعدها يروح الليفر ب 45 مليون يورو. اي نعم جوتا في الفرقة ما كانش هو النجم الاول، بس وجوده كان دايما مهم وكان مؤثر، حتى لما بينزل بديل كان بيصنع الفرق. والموسم ده دييجو جوتا هياخد بطولة الدوري مع الليفر، ومع البرتغال ياخد دوري اوروبا عشان يبقى موسم مميز بالنسبة له. جوتا كان من نوعية اللعيبة اللي مفيش اختلاف على جودتها وعلى امكانياتها، بس خلاص حدوته اتقفلت وكلنا صحينا على خبر الحادثة عشان تودع الملاعب دييجو جوتا.